دكتور ويزي معايا؟ دكتور ويزي، حاضر، اتفضل يا دكتور، يا استاذ عبد الله، مايك مع حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله. في صوت؟ السلام عليكم. شوفوا يا أخوة، آه في بعض النقاط لازم أنا فما في داعي للتهجم. يعني أنا ملاحظ الأخت سنة كأنها مش عاجبها الكلام، وما يعني كلام مثل وسفر، والآن تقول شاطرين. أختي الكريمة، إذا مو عاجبتك الروم مع ألف سلامة والقلب داعي لك يعني. فنحن نرجع احترام الآخر، وأرجو احترام الضيوف أولا وأخيرا. الأستاذ وايد إنسان محترم، ومحمود قال بنفسه إنه إذا الأستاذ وايد يحاول يستفيد ببعض الكلمات فهو هزار. أنت مش عاجبك الكلام حتى من الأونر؟ يعني أنا ماني فاهم والله وضعك. يعني إحنا ما نقبل أول شيء إنك تفرضين علينا أوامر، وين كنت أدمن معانا. إذا مو عاجبك الحوار مع السلامة طلعي، وأنا رفعك من الأدمنية الحين. ولا تحترمين الروم وتحترم كلام الأونر لو تسمحين. إذا مو عاجبك الوضع طلعي من الروم مع السلامة. ما حد يعني، ما احنا محتاجين احنا ناس تقعد تعلق وناس قاعد تقل أدبها. فإذا مو عاجبك الوضع ومو عاجبك كلامي بالوسفر، أنا أونر الروم وأنا اللي أقرر من اللي نحترمه ومن اللي نطرده. فرجاء عدم الاعتراض. ولثالث مرة أقول لك، إذا مو عاجبتك الغرفة مع ألف سلامة. تفضل أخوي، معك المايك. السلام عليكم. ايه يا اخونا عبد الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا سنة، ايه حصل يا سنة؟ يا سنة، سنة، عدم الاعتراض على الاونر لو سمحت يا سنة. طيب طيب خلاص، حصل خير، حصل خير. الاونر دي الروم بتاعته يا سنة، من حقه يفرض اللي هو عايزه ده. الله يبارك فيكي ويهديك ويهدينا جميعا يا رب. دكتور وايزي، دكتور وايزي، انا السبب، انا اسف. وانا الانجليزي اللي هو بيتكتب عربي ده بيعكنني يعني. لا لا، اسف ولا حاجه، حصل خير، حصل خير. معلش، الخلاف وارد في كل شيء. طيب، دكتور وايزي، انا عندي سؤال لك. اشكرك. هل لابد من سفك دم لكي تحدث مغفره؟ اتفضل، المايك مع حضرتك، وارجو ان يكون الحوار رايح جاي. يعني ايه؟ انا مش هطول في التعقيب، وحضرتك برضو يعني ما يكونش وقت طويل. انا عارف ان اسلوبك اصلا قصير يعني. اتفضل يا دكتور. طيب، شكرا يا أخونا. لازم سفك دم. يقول الكتاب: بدون سفك دم لا تحصل محبة. صح. شكرا يا دكتور. طيب، في حد معاه برنامج النصوص يا اخوانا؟ طيب، شكرا يا جزائري. نزل لنا مرقس 1:15. ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. لحظة يا دكتور. لوقا 13:1 يا أختنا الحبيبة. من 13:1 ل 13:5. من 13:1 ل 13:5. وكان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليلين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم. فأجاب يسوع قال لهم: أتظنون أن هؤلاء الجليلين كانوا خطاة أكثر من كل الجليلين لأنهم كابدوا مثل هذا؟ كلا، كلا أقول لكم، بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون.
أو أولئك 18 الذين سقط عليهم برج في سيلون. لا بس لحد إيه؟ ماشي، أيوة تمام، لحد 15. لوقا 15. كلا أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. اتفضل يا دكتور ويزي. إن لم نتب نهلك، يبقى إذا تبنا ننجو. مايك معاك. أين سفك الدم؟ هنا التوبة تنجي. شكرا يا أستاذنا طبعا. لا طبعا الكلام ده كان موجه لليهود، واليهود يعلموا تماما انه لما يتوبوا لازم يقدموا ذبيحة، لازم يسفكوا دم علشان الله يستجيب له. فأنا هقول لك تاني اللي قلته لشريف. لما أقول لحضرتك أو لما حضرتك تيجي تقول لي يلا نصلي، هل معنى كده ما توضاش؟ لا أتوضى. فهنا لما بيقول لهم توبوا، هم كيهود عندهم تعليم قبل كده بيقول إنه التوبة ما تنفعش إلا بسفك دم. فلما يقول لهم توبوا معناها إيه؟ إنه تعترفوا بخطاياكم، قدموا ذبيحة تغفر لكم خطاياكم. شكرا يا دكتور. بس معلش، الكلام اللي حضرتك قلته ما هوش موجود في النصوص خالص يعني. إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. ما فيش كلام عن الذبيحة ولا أي حاجة. طيب معلش، أختنا جزائرية، نزلي لي متى 4:17. متى 4:17. من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فين الكلام عن الذبيحة يا دكتور؟ اتفضل، المايك معك. طيب أنا هقول للمرة الثانية. هو بيكلم يهود، تمام؟ اليهود دول ربنا قال لهم إيه على لسان موسى؟ فهمهم قال لهم لما تتوبوا، حاضر يا أستاذ أفهم، لما تتوبوا لازم تقدموا الذبيحة. بعد منه جاء المسيح يقول لهم توبوا. معنى كده إيه؟ حط بقى كلام موسى وكلام المسيح مع بعض، يبقى توبوا بتقديم ذبيحة. طيب ليه المسيح ما قال لهمش توبوا بتقديم ذبيحة؟ لأن هم عارفين إن التوبة ما تنفعش غير بالذبيحة. أجيب لك في لويين آه أجيب لك مثلا في إصحاح 5 بيقول في عدد 6: إلى الرب يأتي المذنب، يعني إلى الرب ذبيحة لإثمه عن خطيته التي أخطأ بها. طيب يبقى لازم يجيب ذبيحة. كانوا بيعملوا إيه؟ أجيب ذبيحة، أحط إيدي على الذبيحة، يقول كده الكتاب النص، فتنتقل خطيتي إلى الذبيحة، بعدين يذبحوا الذبيحة. واخد بال حضرتك؟ المسيح جاي بيكمل. يعني مثلا إذا إذا أنا قريت تعليم معين في سورة البقرة، بعدين قريت في سورة تانية كلام، هربطهم ببعض. فاهمني ازاي؟ أو ده اللي احنا بنعمله هنا، بنربط كلام المسيح بكلام موسى ويطلع التاني. مش عارف مين F1، مش عارف بصراحة.
بس هو عايز نضيفه، فمش عارف يا شيخ تعرفه ولا. اتفضل. شكرا يا دكتور. بس هنا في ملاحظتين وبعد كده أرد على حضرتك بنصوص من الكتاب. أولا، هل إله العهد القديم يختلف عن إله العهد الجديد؟ يعني هو الأول قال ذبيحة وبعد كده قال توب. طيب، تعال ناخد من العهد القديم. في المزامير 85:3. مزامير 85:3. 85. يبقى 85:2. آسف يا جزائري. 85:2. إذ غفرت لشعبك، غفرت اسم شعبك، سترت كل خطيتهم. طيب، هاتيلي من طوبيا 13:9. أنا مش شايف ال 12 دي 12:9. آسف يا جزائرية، هي 12. معلش، لسه تعبان، نظر لسه مش مركز. طوبيا 12:9. هاتيها لي بترجمة كاثوليكية يا جزائري. طوبيا 12:9. ايه الكلام ده؟ يا اخوانا اللي بيكتب على التكست ده الاخوة الادام من طوبيا 12:9. النص بيقول يا دكتور رايزي، عشان جزائرية اتأخرت: الصدقة تنجي من ما نزل اهو. الصدقة تنجي من الموت، وهي تطهر من كل خطيئة، من كل خطيئة. الذين يتصدقون يشبعون من الحياة. طيب، آه نرجع للعهد الجديد. في يوحنا 5:39: فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. اتفضل يا دكتور، لأن ما زال الرد موجود، بس أسمع رد حضرتك عشان ما أطولش. معلش، اتفضل، معاك مع حضرتك. حضرتك بتقول نفس الكلام، يعني انا مش عارف ازاي اشرح لك. شرحت مرتين وقلت لحضرتك واقول تاني في سفر المزامير ما قال انت غفرت لهم يا رب بناء على ايه؟ الله غفر بناء على تعليم في سفر اللاويين ان كل سنة رئيس الكهنة قدم ذبيحة عن خطايا الشعب. فاهمني ازاي حضرتك؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، طوبيا، شكرا يا أسر. طوبيا لا اعترف بيه. طوبيا مش من الوحي. بس تالت حاجة حضرتك قلت تاني يوحنا اللي انا شرحتها لاخويا شريف. يعني الموضوع ما هواش صعب. نفرض انه انا بعلم ابني وبقول له اغسل ايدك قبل ما تاكل، وجيت مرة قلت له يلا الاكل جاهز، هيغسل ايده؟ ولا علشان قلت له علشان ما ذكرتش يغسل ايده مش هيغسل ايده؟ الموضوع واضح جدا. اتفضل. شكرا يا دكتور. يسوع قال: أنا كلمت العالم علانية، أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء.
أين ذكر يسوع أنه لا بد من ذبيحة لكي تحدث مغفرة؟ المايك مع حضرتك يا دكتور، لأني عندي نص أعتقد أنه قاسم في هذه النقطة. اتفضل، المايك معك. طيب انت كده ريحتني بصراحة. هجيب لك نص من السيد المسيح في متى 26، بيقول في عدد 28: لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. هذا هو النص. بس أستاذة جزائرية مشيت، فما أعرفش لو في حد تاني هينزل نص ولا. أعرف تاني في متى 29 وعدد 28 يقول السيد المسيح: لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. مايك. هذا النص يا دكتور يتعارض تماما مع النص الذي يقول بر البار عليه يكون واسم الشرير عليه يكون. هذا تعارض تام. الشيء الثاني، عندنا نص في أعمال 3:19، أعمال الرسل 3:19: فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. نزل نص نسرين لو سمحتي. أعمال الرسل 3:19. هذا نص من عندي. فتوبوا وارجعوا تمام. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرح من وجه الرب. لتمحى خطاياكم. التوبة والرجوع إلى الله يمحو الخطايا. ليس هناك ذبيحة ولا شيء. ويسوع قال بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. الابن لا يحمل اسم الأب والأب لا يحمل اسم الابن. بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. وهنا ليس أبدا هناك أي بد أن يموت يسوع نيابة عن خطايا البشر الآخرين الذين أذنبوا. تفضل، المايك معك. حضرتك طلبت نص المسيح هو اللي قاله، وجبت لك نص المسيح هو اللي قاله. ما ينفعش بعد كده تقول لي النص ده بيتعارض. لا، لا يتعارض، لكن انت فهمك للنصوص الأخرى مش فهم صحيح. أما موضوع بقى ملوش لازمة يموت، ده هتسمعه في المناظرة. يعني أنا مش هتكلم في الموضوع ده، لأن ده موضوع المناظرة يوم السبت. بالنسبة لأعمال 3: توبوا وارجعوا. قلنا وهنقول تاني إنه التوبة يلزمها ذبيحة. اليهود عارفين كده. السيد المسيح بيكلم يهود. وأعيد تاني، لما أقول للمسلم روح صلي، لازم يتوضى قبل ما يصلي. مش ضروري أقول له اتوضي كل مرة. تمام؟ أو لما أقول لشريف أنت صليت النهاردة يا شريف، يقول لي ضمنيا هو اتوضى وصلى، من غير ما أنا قلت له اتوضيت ولا لا، ومن غير ما هو يقول لي أنا اتوضيت وصليت. ليه؟ لأنه شريف فاهم الشريعة، فاهم الإسلام. فاليهود اللي المسيح بيكلمهم هم فاهمين كويس قوي إنه لما حد يقول لهم توبوا، هذا يعني إنهم لازم يقدموا ذبيحة. اوعى يكون محمود مسلطك
يعني تتعب صوتي وما اقدرش اناظر. يا استاذ عماد، اوعى يكون محمود مسلطك. انا عارفك انت يا شيخ، انا عارف. طيب طيب. على فكرة على فكرة محمود نفسه عيان يعني هيسلطني فين؟ محمود تعبان، محمود دخل النهاردة ما عادش شوية وخرج عشان تعبان يعني. لحظة يا دكتور، ما تقوليش فهمك يا دكتور، انا بقرا نصوص، انا ما بقولش فهمي، انا بقرا نصوص من الكتاب. عندك في حزقيال 18:27. حزقيال تمام، و28. ماشي ماشي نسرين. 27، 28، تمام، 29، 30. تمام شكرا. اقرا يا دكتور. وإذا رجع الشرير عن شره الذي فعله وعمل حقا وعدلا فهو يحيي نفسه. وإذا رجع الشرير عن شره الذي فعل وعمل حقا وعدلا فهو يحيي نفسه. زي النص مكرر معلش. 28. آه رأى فرجع عن كل معاصيه التي عملها فحياة يحيا لا يموت. رجع عن كل معاصيه التي عملها، مفيش كلام عن الذبيحة. 18:29 سكروبيو. وبيت إسرائيل يقول ليست طريق الرب مستوية، طرقي غير مستقيمة. يا بيت إسرائيل أليست طرقكم غير مستقيمة؟ من أجل ذلك أقضي عليكم يا بيت إسرائيل كل واحد كطرقه، يقول السيد الرب. توبوا وارجعوا عن كل معاصيكم ولا يكون لكم الإثم مهلكة. توبوا وارجعوا عن كل معاصيكم ولا يكون لكم الإثم مهلكة. من أجل ذلك أقضي عليكم يا بيت إسرائيل كل واحد كطرقه، يقول السيد الرب. توبوا وارجعوا عن كل معاصيكم ولا يكون لكم الإثم مهلكة. ليس هناك أي كلام عن الذبيحة، ولكن توبة ورجوع عن المعصية. وهذا يا دكتور من العهد القديم. تفضل المايك معك، وما تقوليش وضوء لازم للصلاة تاني. معلش. تفضل المايك معك. طيب طيب انا هجيب لك نصوص، بس بعدها مش هتكلم في الموضوع ده تاني، لاني هكون قلت لك كل حاجة المفروض اقولها على النقطة. في لويين اصحاح 4، وهنقرا من عدد 27 ننزل كده عدد بالراحة، ونشوف الله بيؤمر الشعب اليهودي يعمل ايه. لويين 4 من عدد 27. مين بينزل؟ سكوربيون. لأنه في أخ أظن فدائي روش قال إيه الدليل؟ وده أمر جيد، سؤاله حلو. يعني أنا قعدت أتكلم محدش قال لي فين الدليل إنه التوبة تستلزم ذبيحة. بيقول إيه؟ وإن أخطأ أحد من عامة الأرض سهوا بعمله واحدة من مناهي الرب التي لا ينبغي عملها، وأثم، عمل إثم يعني خطيئة، ثم أعلم بخطياته، عرف إنه غلطان التي أخطأ بها، يأتي بقربانه عنزا من الماعز أنثى صحيحة عن خطيته التي أخطأ على رأس ذبيحة الخطية، ويذبح ذبيحة الخطية في موقع المحرقة. كمل يا أستاذ كو.
ويأخذ الكاهن من دمها بأصابعه، دي بقى التفاصيل يعني. ويأخذ الكاهن من دمها بإصبعه ويجعل على القرون مذبح المحرقة ويصب سائر دمها إلى أسفل وجميع شحمها. نكمل وبعدين يقول إيه بقى في الآخر؟ ويوقد الكاهن على المذبح رائحة سرور للرب ويكفر عنه الكاهن فيصفح عنه. يصفح عنه يعني إيه بقى؟ الصفح ده يعني الغفران. يبقى لما واحد يعمل غلط وبعدين يعرف انه عمل حاجة غلط، يقوم مقدم ذبيحة علشان ربنا يكفر عن خطيته ويصفى عنه. ده قانون، ده قانون عند اليهود. عشان كده هم عندهم هيكل ويقدموا الذبائح. طيب واحد بقى جيت انا جنبه كده، لو انا يهودي وهو يهودي، وقلت له يا عم انت سرقت البقر بتاعي، فيبص لي كده ويقول فعلا انا عملت كده وانا هتوب عن الامر ده. كلمة او معنى كلمة هتوب انه لازم يروح ويقدم ذبيحة علشان ربنا يغفر. بعد كده ما عنديش كلام تاني. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال انه غفرة خطايا أشعية بدون ذبيحة يا أستاذ عبد الله؟ لما أنا بقول لحضرتك القانون عند اليهود كل سنة بيقدموا ذبيحة عن خطايا الشعب، عن خطايا الشعب كل سنة، كل سنة بصفة دورية. يجددوا الاشتراك، يعني كأن أنا مشترك في نادي وبجدد الاشتراك بتاعي، بدفعه في الأول وأفضل مشترك، أجي آخر السنة أدفع تاني وهكذا. واخد بال حضرتك؟ ما هو المذبح ده هو المذبح اللي بيذبحوا عليه. المذبح هو المذبح اللي بيذبحوا عليه. فهنا لما بيقول له خلاص انتزع اسمك وكفر عن خطيئتك، ليه؟ لأنه جاب من نار الذبيحة اللي موجودة على المذبح. لو في سؤال تاني في موضوع تاني تحت أمركم، لكن نفس الموضوع خلاص أنا جبت كل الشواهد. اتفضلوا. شكرا يا دكتور. لو تعبناك معانا معلش، بس نص أخير. معلش يا إخوة، نزلوا لي أخبار أيام التاني 7/14. أخبار أيام التاني 7/14. شكرا، جزاك الله خير يا يسكور. فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا، تواضع وصلى وطلبوا وجهي، طلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرديئة، فإنني أسمع منين؟ من السماء، أسمع من السماء وأغفر خطيئتهم وأبرئ أرضهم. رجع يا دكتور، تواضع وطلب وجه الله ورجع عن الطرق الردية. عند ذلك الله يسمع من السماء، الله يسمع من السماء ويغفر خطيئتهم. تفضل يا دكتور، المايك معك. أستاذ أبو عماد، خلينا بقى نمشي كده في النص خطوة خطوة، ننزله كمان مرة ونقرأ واحدة واحدة ونفهم. فإذا تواضع شعب الذي دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي، يعني إيه؟ يعني ربنا بعيد عنهم سايبهم، فصلوا وطلبوا وجهه، قالوا له خليك معانا، كن معانا، انقذنا من الحروب وهكذا.
ورجعوا عن طرقهم الردية. يعني ايه رجعوا عن طرقهم الردية؟ مش يعني تابوا، توقفوا عن الطرق الرديئة اللي هم بيعملوها، لم يفعلوا الخطية مرة أخرى. كل دي تعني التوبة. طيب لما يرجعوا عن طرقهم الرديئة لازم يعملوا ايه؟ يرجعوا اللاويين ويقولوا ربنا قال لنا لما نيجي نتوب لازم نذبح. فلما يذبحوا بعد منها بقى، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيته. عرفت حضرتك؟ أين الذبيحة في النص؟ أين الذبيحة؟ طيب يعني معنى كده أنت مصمم، يعني أنت مصمم، يعني معنى كده إنه النص القرآني لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، ما قالش فيه وضوء هنا، يبقى تنفعوا تصلوا من غير وضوء. اتفضل. خلاص يا دكتور، خلاص هريحك، خلاص وقفنا يا دكتور. النص ولا ليه علاقة ولا في كلام عن الذبيحة. انت معلش انت بتتكلم من راسك يعني. تواضع شعبي وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية. ربنا ساعتها بيعمل ايه؟ اسمع من السماء. اسمع منين؟ من السماء. الله لا ينزل الى الارض ولا يتجسد، والتجسد خرافة يا دكتور. واغفر خطيئتهم. الله يغفر من السماء. وعندك نص بيقول فاسمع من انت من السماء واغفر خطيئة عبدك. فاسمع انت من السماء واغفر خطيئة عبدك. والعهد القديم الذي تتمسك به انه لا بد من ذبيحة، قال النفس التي تخطئ هي تموت. الاب لا يحمل وزر الابن والابن لا يحمل وزر الاب. بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. النص الأخير يا دكتور، الخطيئة تم مغفرتها عندما تواضع الشعب ودعا اسم الله وصلوا وطلبوا وجه الله ورجعوا عن طرقهم الردية. عند ذلك سمع الله لهم من السماء وغفر خطيئتهم. فأين إذن في هذا النص الذبيحة؟ انت بتربط تاني وترجع الذبيحة وتقول الوضوء. ينفع الصلاة من غير وضوء؟ شكرا يا دكتور شريف. طيب اتفضل مايك مع حضرتك. طيب شكرا يا أستاذنا أبو عماد. بس يعني بلومك كده لوم بمحبة لما تقول لي التجسد ده خرافي. يعني كان ممكن تنتقي كلمة ثانية كمل بيها الحوار، لكن مش مشكلة. أعتبر إنك يعني فلتة لسان، لأنه الحوار في الأديان أنت عارف إنه أعز حاجة عند الإنسان هو دينه. ده بالنسبة للمسلم، بالنسبة للمسيحي، بالنسبة للبوذي حتى، واخد بالك؟ فأنت كده لما بتقول كده أنت بتصدني عن إني أسمع عن الإسلام. أنت بتصدني كده، فاهمني إزاي؟ فالحوار بالمعروف أعتقد يبقى أكيد أكيد. أنا بنوه بس. لكن لما تشوف المناظرة يوم السبت هتشوف فيها العجب بقى يا أستاذ أبو عماد. يعني هتشوف لكمات توجه من الجانب المسيحي إلى الجانب الإسلامي، لكمات قاضية. يا رب يشفي محمود، بس أنا قاعد يشفي محمود يوم الأحد مش السبت، عشان ما يحضرش المناظرة فيكون أكرم له يعني. أيوة لكمات المحبة يا سيدي. ازيك يا نايس؟ ازيك يا حبيبي؟
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. طب كلام جميل، هو ده النص؟ كلام جميل ولا لا أبو عبد الله إني أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله أكثر من محرقة. طيب معنى الكلام ده إيه؟ مين اللي قال الجملة دي على فكرة؟ من الذي قال هذا؟ إنه الله في العهد القديم. الله في العهد القديم يعني إيه؟ يعني في العهد القديم كانوا بيعملوا الشعب اليهودي إيه؟ بيقول ربنا أنت مش طالب ذبيحة أدينا بنذبح، لكن ما بيرحموش بعض. فربنا قال لهم لا، ما ينفعش تقدم لي ذبيحة وما ترحمش أخوك. أنا عندي الرحمة أفضل. يعني مثلا لو حضرتك او لو اي حد، بتكلم في العموم، ناخد سولو مثلا، سولو مش هيزعل مني. لو سولو بيصلي ال5 ركعات في الجامع كل يوم ومواظب، لكن بيشوف واحد في الشارع يقوم مكلمه بطريقة سيئة جدا، فالناس يقولوا ايه؟ الله انت مش بتصلي وما بتفوتش ولا ركعة وبتعامل الناس كده. يا أخي لا، ده الأفضل تعاملهم كويس قبل ما تصلي. فهنا المسيح قال لهم كده إني أريد رحمة لا ذبيحة. ليه؟ بيقدموا ذبايح لكن ما بيرحموش الناس. تمام؟ طيب أشكركم وأشوفكم يوم السبت بإذن الله في حوار أخوي، مناظرة أخوية بين مسيحي ومسلم، وربنا يظهر الحق ويفتح عينينا كلنا للحق بإذن الله. اتفضل مايك وأنا أستأذن. لحظة يا دكتور بس ثواني. أولا أنا كان في حوار سابق بيني وبينك، حوار قصير يعني حوالي 10 دقايق تقريبا، وأنا لا أسيء إلى المحاور أبدا. أنا طبيعتي كده لا أسيء إلى محاور أبدا إلا إذا هو أساء، يعني ما أستحق ساعتها. الشيء الثاني، كلمتي التجسد خرافة بناء على نصوص من لديك، فاسمع أنت من السماء، من السماء الله لا ينزل ويتجسد في جسد إنسان. هذا اعتقادي، ويمكن اديت العبارة صريحة، ولكن أنا يعني لا أقصد إساءة ليك شخصيا يعني. شكرا يا دكتور رئيسي. طيب في حد يا أخواننا من الأداء من يستلم مكاني؟